السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ النهاردة بإذن الله هنجاوب مع بعض نماذج امتحانات آخر العام لمادة الدراسات الاجتماعية. يلا نبدأ النموذج. طبعا هنا معانا أول سؤال في الجغرافيا وهو الخريطة. أمامك خريطة صماء للوطن العربي، اكتب ما تدل عليه الأرقام. معانا 5 أرقام وطالب منك تعرف مدلول كل رقم في دول. 1. مصدر الطاقة الذي تنتجه الدولة رقم 5 هو ايه؟ طبعا الدولة رقم 5 هنا لو محددة على الخريطة دي طبعا ايه؟ دي طبعا قطر. معروفة قطر ان هي بتنتج اي مصدر طاقة. ممتاز سنة تانية، اكيد الغاز الطبيعي. 2. من الدول المنتجة للقطن وقصب السكر ومكانها هنا. ممتاز، السودان. 3. الرقم نقط يشير إلى المحيط الأطلنطي. أي رقم بيشير المحيط الأطلنطي؟ ممتاز، 1. منطقة زراعة على الأمطار، وهنا في المنطقة دي بنسميها إيه؟ ممتاز، دي جنوب موريتانيا. 5. يمثل رقم نقط أهم الدول إنتاجا للمنجنيز. ممتاز جدا، طبعا المغرب وهي رقم 3. نقطة ب في أول سؤال للجغرافيا، واختر إجابة صحيحة ما بين قوسين. أول سؤال: فصول صيفي يحتاج إلى مياه وفيرة وجو مشمس معظم أيام السنة. نركز في مياه وفيرة. ممتاز، هل هو القمح ولا القطن ولا قصب السكر ولا الأرز؟ برافو، أكيد الأرز. 2. أي مما يلي تعد من الصادرات والواردات العربية؟ اللي احنا بنصدره وبرضه في منه نفس المنتج ده منه أنواع احنا بنستورده. هل هو الآلات ولا الأدوية ولا الأسماك ولا العطور؟ ممتاز، الأدوية. 3. أي مما يلي ينتمي إلى السياحة الثقافية في الوطن العربي؟ هل إن احنا نزور المتحف القبطي ولا الجامع الأزهر ولا نهر النيل ولا زيارة عين معين في الأردن؟ ممتاز، طبعا زيارة المتحف القبطي. يوجد خام نقط منفردا أو مختلطا بالغاز الطبيعي أو الحديد. هل هو المنجنيز، الزنك، الفوسفات، الكبريت؟ ايه اللي احنا ممكن نستخرجه؟ يا إما بيكون مع الغاز الطبيعي والحديد يا إما لوحده. ممتاز، الكبريت. نقطة ج في أول سؤال وهي: ماذا يحدث إذا تخصصت كل دولة عربية في إنتاج سلعة معينة؟ يا ترى هيحصل إيه إذا كانت كل دولة مسكت سلعة معينة وهي اللي اشتهرت بها أو في إنتاجها؟ طبعا سوف يؤدي ذلك إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية، وبالتالي عدم ارتباط الدول العربية بتجمعات اقتصادية أخرى غير عربية، مما يساعد في تحقيق التكامل الاقتصادي. والسؤال الثاني في الجغرافيا وهو: بما تفسر 1 أهمية الزراعة لسكان الوطن العربي؟ طبعا يا سنة تانية احنا فاكرين ان أهمية الزراعة تتلخص في ان هي بتوفر احتياجات سكان الوطن العربي، وان هي بتوفر فرص عمل لسكان الوطن العربي، وان هي بتوفر المواد الخام اللازمة للصناعة، وكمان بتوفر رؤوس الأموال اللي بتستخدم في إنشاء العديد من المشروعات. تاني نقطة في بما تفسر: محصول الأرز أقل الحبوب الغذائية انتشارا في الوطن العربي. يا ترى ايه السبب؟ ممتاز، لأن طبعا زراعة الأرز بتحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة وتربة طينية ثقيلة ومياه ري وفيرة، زائد إن لو كل العوامل دي لا تتوافر في معظم الدول العربية ولكنها بتتوافر في مصر. والنقطة الثالثة في بما تفسر: يتركز إنتاج الطاقة الكهرومائية في مصر والسودان والعراق والمغرب بالوطن العربي. يا ترى إيه سبب تركز الطاقة الكهرومائية بس في الدول دي، مصر والسودان والمغرب والعراق؟ ليه؟ يا ترى ليه؟ ممتاز سنة تانية، طبعا بسبب وجود الأنهار في هذه الدول والتي تستغل في توليد الطاقة الكهرومائية. في آخر نقطة في بما تفسر: ضعف التبادل التجاري بين الدول العربية. ده بيرجع لعدة أسباب زي ما ذكرنا، إن زي تشابه بسبب تشابه المنتجات الزراعية والصناعية بين الدول العربية، وكمان بسبب وجود مشكلة فنية وتعدد مواصفات المنتج الواحد، وزائد وجود مشكلة إدارية تتعلق بالروتين، وزائد منافسة السلع الأجنبية للسلع العربية. للنقطة ب في السؤال الثاني: حدد نوع السياحة في المناطق التالية. 1 مدينة الأقصر بتتم فيها سياحة إيه؟ ممتاز، طبعا سياحة علمية ثقافية. وعيون موسى بتتم فيها سياحة إيه؟ ممتاز جدا. سنة تانية طبعا سياحة علاجية. وبالنسبة للمسجد الأقصى بتتم فيه سياحة إيه؟
ممتاز جدا. سياحة دينية. نقطة جيم، ماذا يقصد بي؟ وعندك 2 من المصطلحات الجغرافية، وطالب منك ان انت تعرف المصطلحين دول. اول مصطلح هو التكامل الاقتصادي، والمصطلح الثاني الصادرات العربية. ما المقصود بالتكامل الاقتصادي؟ التكامل الاقتصادي سنة تانية هي طبعا هو تلك الإجراءات التي تتخذها الدول أو الدولة لإزالة القيود على حركة التجارة وعناصر الإنتاج فيما بينها، بحيث تستكمل كل دولة ما ينقذها من الدول الأخرى. بالنسبة للمصطلح الثاني فهو الصادرات العربية، يعني يقصد بها السلع والمنتجات والخدمات التي تبيعها الدول العربية للدول الأخرى. واحنا كده دخلنا على قسم التاريخ. ندخل على أول سؤال صوب ما تحته خط. فتح المأمون مدينة عمورية وبنى مدينة سامراء. هل المأمون هو اللي فتح مدينة العمورية؟ طبعا خطأ، إنما المعتصم. 2. أنشئ البير مارستان المنصوري في عهد الدولة الفاطمية. طبعا مش في الدولة الفاطمية وإنما المملوكية. يقوم مبدأ الحرية على عدم التفرقة بين البشر. لا طبعا، هو مبدأ المساواة. السمع والطاعة من واجبات الخليفة؟ لا طبعا، من حقوق الخليفة. قام عمر ابن عبد العزيز ببناء مسجد قبة الصخرة؟ لا طبعا، عبد الملك ابن مروان. ما النتائج المترتبة على كثرة ثورات الشيعة والخوارج في العصر الأموي؟ طبعا بما أن الثورات اللي كانت بتتم من الشيعة والخوارج كانت كتيرة جدا في العصر الأموي، ده أدى إلى إيه النتائج اللي ترتبت عليه سنة تانية؟ ممتاز جدا. طبعا ترتب على ذلك ضعف الدولة الأموية، وكان ذلك من أسباب سقوطها. ما النتائج المترتبة على عقد صلح الرملة عام 1192 ميلادية؟ طبعا النتائج اللي ترتبت عليه ان بقاء بيت المقدس في يد المسلمين، زائد بقاء بعض المدن الساحلة في يد الصليبيين، وكمان السماح للمسيحيين اللي هم الأوروبيين أو اللي من أوروبا بالحج لبيت المقدس. ما النتائج المترتبة على مقتل تورانشاه على يد أمراء المماليك؟ طبعا ترتب على ذلك انتهاء عصر الدولة الأيوبية وتنصيب شجرة الدر ملكة على مصر، ثم تنازلت عن الحكم لزوجها عز الدين أيبك، وبذلك قامت دولة المماليك في مصر. طبعا معانا السؤال ده آخر نقطة في السؤال الأول في التاريخ. ما العلاقة بين اكتشاف الطريق رأس رجاء الصالح ودولة المماليك؟ طبعا العلاقة ما بينهم ان كان اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس رجاء الصالح سببا في تحول التجارة بين الشرق والغرب إليه بدلا من المرور إلى مصر، مما أدى ذلك إلى تدهور أحوال المماليك الاقتصادية. على آخر سؤال معانا هنا، اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. مبدأ إسلامي يقوم على استشارة أهل العلم والصلاح والتقوى في أمور الدولة. المبدأ ده احنا بنسميه ممتاز. طبعا مبدأ الشورى. يعد أعظم مؤسسة دينية وعلمية لنشر الثقافة الإسلامية في العالم. ممتاز. السنة تانية أكيد الجامعة الأزهر. هم الذين دخلوا الإسلام من بلاد مختلفة ولهم نفس الحقوق والواجبات. ممتاز جدا، الموالي. معنا هنا سؤال قارن بين معركة حطين ومعركة عين جالوت من حيث القائد المسلم في كل معركة والنتيجة واحدة لكل معركة. لو هنتكلم عن القائد المسلم في معركة حطين، طبعا هنذكر ان هو صلاح الدين الايوبي. بالنسبة للقائد المسلم في معركة عين جالوت فهو سيف الدين قطز. نتيجة معركة حطين انتصار المسلمين على الصليبيين. نتيجة معركة عين جالوت انتصار المسلمين على المغول. بالنسبة لآخر سؤال، ما رأيك في رفض بعض الأفراد في المجتمع مساعدة الفقراء والمحتاجين؟ طبعا إجابة السؤال ده ليك حرية الرأي ان انت تكتب اللي هو في رأيك او في منظورك وتفكيرك، ولكن هنا ممكن نذكر ان رفض بعض الافراد في مساعدة الفقراء والمحتاجين يجعل افراد المجتمع غير متعاونين وغير متحابين، مما يعوق التقدم والارتقاء.